واضح كده إن الإعلامية لميس الحديدي بقالها فترة ما ركبتش الترند، فقررت تخضنا بترند مخصوص تثير بيه الجدل وتخلي رواد السوشيال ميديا يضربوا أخماس في أسداس وكف بكف ويقولوا استغفر الله العظيم يا رب. لميس هانم وهي بتتكلم عن مناسك الحج مع ضيفها الدكتور أسامة رسلان الأستاذ بكلية اللغات، سكتت شوية وخدت نفس عميق وقالت له: قل لي يا عالم الأسرار، الحج حلال ولا حرام؟ لميس قالت للشيخ الدكتور: بما إن الحاجات بتتطور وكل شيء للتكنولوجيا بيتحول، ليه لازم نروح نلف وندور حوالين الكعبة 7 مرات ونسافر للسعودية ونركب بواخر وطيارات ونقف طول اليوم على جبل عرفات؟ وليه ما نحجش واحنا في البيت باستخدام أحدث التقنيات؟ يعني لميس هانم عايزة تحج بالميتافيرس، أو زي ما بيقولوا كده عايزة تحج أونلاين من البيت. لميس فجأة أدركت إن السؤال كده شطح لله معقول، وإن الجدل عليها هيطول وعلى السوشيال ميديا هيلف ويدور، وقالت: طب بسرعة لما لم الدنيا شوية قبل ما يحصل في الأمور أمور. فقالت للشيخ الدكتور: معروف يا دكتور إن جزء من الإسلام هو التسليم دون جدال، ولكن الجيل الجديد بيفكر حول التقنيات اللي اتطورت مؤخرا، وهل يمكن استخدامها في المناسك والشعائر الدينية ولا لأ؟ وقالت له إن الجيل الجديد يا دكتور أصبح كثير التساؤلات، وإحنا لازم نلاقي لهم شوية إجابات، ولهذا السبب يجب علينا أن نسأل: لماذا لا يوجد حج بالميتافيرس أو الأونلاين؟ وليه ما نستخدمش التقنيات الجديدة للحج؟ لميس قالت للضيف: على فكرة مش أنا اللي بسأل السؤال ده، ولكن هذا السؤال طرح أكثر من مرة من الشباب اللي قاعد طول اليوم على النت ولا بد من الإجابة عليه. طبعا الدكتور أسامة فهم إن السؤال الهدف منه هو الترند والإثارة، فقالك: خلاص نتماشى مع الموضوع ونجاوب على التساؤلات. شوفي يا ست الستات، السؤال في العموم مش عيب، من حقك تسألي ومن حق الشباب يسأل. هو يعني السؤال حرم؟ لا ما حرمش. شوفي يا ستي ولا سيدك إلا أنا، شعائر الإسلام تتطلب مجهودات بدنية ومالية وروحية، وشعيرة الحج تجمع بين كل الأنواع دي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. يعني الحاجات دي ما فيهاش افتكاسات يا لميس هانم، ولهذا السبب فنحن مأمورين بتأدية فريضة الحج كما قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والعبادات في الإسلام قد ترتبط بموعد وقد ترتبط بمكان، وفريضة الحج ترتبط بموعد ومكان. وطبعا لميس هزت دماغها بالموافقة وقالت: طب ما أنا عارفة، بس الشباب هم اللي بيسألوا وإحنا حبينا نسمعهم الإجابات. طب والنبي يا لميس يا أختي، لما حد يسألك سؤال من النوعية دي تاني ابقي جاوبيه انت كده من نفسك، وبلاش شغل الترندات ده على الصبح، علشان إحنا شبعنا ترندات وافتكاسات. ارحمونا بقى، خنقتونا. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.